طيب احنا اتكلمنا عن ايجابيات، بس انا الاخبار اللي معايا النهارده كلها للاسف سلبيه، اغلبيتها سلبيه. تاني خبر معايا بيقول في واحده من برضو الجرائم اللي حصلت على الانترنت، راحت فيها مواطنه بتدعى تريسي، ما قدرتش تتحمل زوجها كاتب جمله على الفيسبوك قال فيها هي جوزها ما قدرش سوري يتحمل اللي هي كاتباه، وتريسي صورتها وبنتها معانا، ان هي قربت او قررت انها تنفصل عن زوجها، مش طايقه العيشه معاه، وبقى لهم 26 سنه متجوزين وعندها بنتين من جوزها. ودي حاجه اعتقد مش لطيفه. هي تقريبا قتلها لما كتبت كده، وبعدين تقريبا قتلها. يا فندم تقريبا قتلها. تقريبا هو قتلها. يعني انا مخضوض، يعني تو ماتش يعني. طيب ما جاز كانت بتهزر مثلا، ممكن. يعني هو اللي حصل ان الفيسبوك بقى عنصر في حياتنا اليوميه. فاذا كنت في حياتك اليوميه بتاكل وبتشرب وبتسرق وبتقتل، كل ده هتلاقي انه ممكن يحصل بسبب الفيسبوك. يعني ده بقى عنصر يومي في المواضيع. هو ممكن طبعا كان في ضغوط قديمه وكان في حاجات شايلها قبل كده وانفجرت لما شاف حاجه زي كده، بس ده ما يمنعش ان ده الفيسبوك بقى عنصر اساسي في حياتنا. بقى الفيسبوك بقى مرحله نضوج الانترنت يا شريف. كان زمان في انترنت واحنا مش مظبطين الموضوع، دلوقتي لا، هي المرحله النضوجيه للفيسبوك، للانترنت سوري، هي الفيسبوك، هي اليوتيوب، هي السكند لايف، هي البرامج اللي عماله تطلع جديد اللي هي السكند لايف ده غريب قوي. ما يعني السكند لايف ده انا بعتبره وريث الفيسبوك. يعني تيجي ناخد تليفون؟ ناخد تليفون. معانا زميله عزيزه عليا جدا، المذيعه الجميله هبه الأباصيري. يا هبه. الو. ازيك يا هبه؟ ازيك يا شريف؟ ايه الاخبار؟ انت عامل ايه؟ انت وحشاني جدا. انت مكسر الدنيا برنامجك والله بجد يا شريف. ميرسي. ومن يومين كنت بشوفك في كل ليله كنت بتتكلمي على الرصيف في مصر والمعاناه اللي احنا بنشوفها على الارصفه. ايوه، خرج على عبد الرسول يا شريف. ايوه، ايه اخبارك؟ معانا النهارده دكتور جمال وانا عارف ان انت من ضمن الناس الموجوده في الكتاب اللي هو عامله. هبه من الناس من الاوائل اللي كانوا عن الكتاب، ومن الاوائل اللي فتحنا الافكار بتاعه الكتاب معاهم، من اوائل الناس اللي دعمونا، حتى لما جينا نعمل انترفيوز كانت من اوائل الناس اللي ردوا علينا في الموضوع كمان. فهبه احنا منورنا الكتاب يا هبه. هبه مذيعه كمان نشيطه جدا. تسلم يا دكتور، انت حد دايما سباق بكل الاعمال المميزه. ميرسي يا هبه، ربنا يخليك. سامعني كويس؟ انا سامعك كويس قوي، بس قولي لي بتخشي على الفيسبوك كل قد ايه؟ يعني مش هقول لك كل يوم، بس ممكن يعني بمعدل ممكن 3-4 مرات في الاسبوع يعني. وانا بشكرك جدا يا هبه على تليفونك، ميرسي جدا يا شريف ليكوا دايما. هو بس سؤال واحد، هبه انت كنت لا خليكي معايا هبه. ايوه خليكي معايا، الدكتور هيسالك حاجه. 4 مرات في الاسبوع دلوقتي ولا كنت اكتر من كده والموضوع قل معاكي؟ لا بص، يمكن اول ما فهمت او اتعرفت يعني ايه فيسبوك كان ممكن يوميا بدخل عشان بكتشف فيه ايه موضوع، ايه الاخبار. يعني انا عايزين نقول ان انت دخلتي في مرحله بنتكلم فيها عن الكتاب، عن مرحله الملل. ما هو انا بمجرد ما خلاص استوعبت فكره الفيسبوك وبقيت انا محدده اهدافي انا محتاجه منه ايه بالظبط، ما بقتش محتاجه بصراحه ادخل عليه يوميا. طب انت محتاجه ايه؟ عايزين نعرف. طيب انا هقول لك على حاجه، انا اكتر الحاجات اللي فادني فيها الفيسبوك يا شريف ان هو رجع الصله كانت بيني وبين اصحابي بتوع المدرسه مثلا من زمان، وناس كتيره عايشين في بلاد ثانيه، رجعنا تاني على اتصال ببعض. دي من اكتر الحاجات اللي فادني فيها الفيسبوك. جميل. هبه بشكرك على تليفونك، ودايما تكوني منوره الفيسبوك والتلفزيون وكل حته. ميرسي جدا ليكي. وصورتها اللي هنا حلوه قوي. صورتها حلوه قوي. صوره جميله جدا قوي. طيب تيجي نشوف الخبر اللي بعد كده. اتفضل. الخبر اللي معايا بعد كده بيقول في بنت سعوديه رفضت عريس بعد لما شافت صفحته على الفيسبوك. ده فعلا ممكن الناس تتجوز من على الكمبيوتر. انا عايز اقول لحضرتك حاجه بس في الاول، انا شويه تكنولوجيا جاهل، مانيش شاطر قوي في التكنولوجيا، وكل اللي بعرفه هو الفيسبوك فقط. تعال نقلب نفس الكلام ده الانترفيو. انت النهارده جيت تعمل انترفيو وشفت الولد ده على الفيسبوك، لقيته ما يصلحش لانه مثلا مستهتر، فمش هتشغله في شركتك. فده يعني ده عريس جالها، هي كان في انترفيو هي بروبوزد هيم سيلف ان هو يعني طلع ان هو يبقى عريس ليها، فهي يعني شافت البروفايل بتاعه لقيته الله يصلح ليها. بس ما هي لازم، يعني انا معلش برضو، يعني بالذات عريس ما لازم تقعد معاه، يعني لازم فلاش اند بلاد يقعدوا كده مع بعض يتكلموا، يشوفوا في بينهم كيمس. ما ممكن يكون البروفايل بتاعه مش حلو قوي، صوره وشكله مش حلو قوي على البروفايل، بس في الحقيقه هو بني ادم كويس. هو سلوكك الشخصي بيبان. يعني هي ما اعتقدش انها رفضته عشان صورته مش حلوه، يعني ما اعتقدش انها بهذه السذاجه، بس انت يعني سلوكك الشخصي وتعبيرك عن نفسك. يعني مره واحد كان باعت لي سي في مسمي الفايل توتو ولا توتوز، والايميل بتاعه بندق دوت كوم. قلت له انا ما اعرفش اشتغل معايا واحد بندق دوت كوم ولا ابو ايميل
بندق@hotmail.com، والفايل بتاعك اللي بعت عليه السي في متوتز. فما ينفعش تبقى مستهتر كده وتيجي تشتغل في الشركه عندنا. فانت سلوكك الشخصي كبني ادم لازم، يعني الفيسبوك انت ممكن تتمنظر ان انت تعرف صحاب، تتمنظر انك بتخرج، بس انت دلوقتي عايز داخل مرحله انك هتتجوز، اتليست تظبط نفسك على الاقل، ظبط نفسك قدام الناس، ما انت هيتسال عنك، ما انت مش غبي، انت عارف ان لازم يتسال عنك. فهل لما يتسال عنك من احدى الحاجات اللي بيتسال عنك دلوقتي، انت كنت زمان بتخلي حد يسال وبتجيب ضابط لو تعرفه يسال عنه، لا دي دلوقتي من ضمن الحاجات كمان بتخش تشوفها على الفيسبوك. فهو اعتقد ان هو جانبه الصواب في انه يختار الاسلوب المناسب للتعبير عن نفسه قبل ان يتقدم الى فتاه للجواز. عايز اسالك حاجه، في دلوقتي الفيسبوك عامل في مصر ضجه جامده جدا، من اكتر البلاد اللي في العالم اعتقد اللي عامل فيها ضجه الفيسبوك. هل تفتكر دي موضه او ترند كده طالع وبعد كده الناس هتنساه؟ يعني زي ما شفنا مثلا في ناس، انا شخصيا كنت بخش عليه كل يوم، هبه كانت بتخش عليه كل يوم، خالد قال نفس الكلام كل يوم، بس في بقينا نخش دلوقتي 3 ايام في الاسبوع او مرتين في الاسبوع، بيقل المعدل. هيقل اكتر واكتر. هو كلامك صح، بس خلي بالك احنا 80 مليون، فلما لسه حد هيشتري كمبيوتر وبعد ما يشتري كمبيوتر يبقى عايز يخش على الابلكيشن بتاعت الكمبيوتر، لا فيها الفيسبوك، هتلاقي ان لسه الموضوع شغال. هم مش سايبينك في حالك، هم كل شويه يطوروا في البرنامج، يعملوا حاجات جديده، لسه الابلكيشن الجديد، الانترفيس الجديد اللي لقى اعتراضات. اللي احنا بس شايفينه ان هو سنس ان احنا بنتكلم في مرحله نضوج، معنى كده انها مرحله متغيره. فانا شايف ان السكند لايف ده الوريث الوحيد للفيسبوك، لان هو طور لك الموضوع قوي، خلى الحياه كل احلامك بتتحقق. وده موضوع انت طبعا يعني اكيد انت مش غافل عنه، اكيد هتتكلم عنه في يوم من الايام. هو احنا شايفين ان السكند لايف عنه مع حضرتك. انا جاهز انا دايس فيه جامد قوي، علشان انا يعني الفيسبوك مشكلته ان حصلت كارثه فاحنا جينا نتقي او نحاول نعالج اللي حصل. السكند لايف احنا بنقول من الاول خالص يا جماعه، يا اهالي يا شعب يا حكومه، خلوا بالكم من السكند لايف قبل ان يتحول الى كارثه والى مصيبه، قبل ان يطلع منه ده. من الفيسبوك طلع اضرابات، طلع ابتزاز، طلع تزوير، طلع ناس انتحلت شخصيات، طلع سرقه، طلع نصب، طلع حاجات كتيره جدا سيئه من الفيسبوك. واحنا للاسف في العالم العربي كله بنستغل التكنولوجيا اسوء استغلال. استغلنا البلوتوث في حاجات غير بريئه وفيروسات نبعتها للناس، استغلنا كاميرا الموبايل في تصوير بنات مش المفروض حد يصورهم، كارثه. يعني خدنا من التكنولوجيا اسوء ما فيها. فما يعني مش ده الصح. دكتور اتفضل. كنت بسبب ان مفيش توجيه، لا من الاهل لا من الصحاب لا من الحكومه. يعني احنا نتمنى ان المسؤولين، لا بس الحكومه هتوجه الناس في الفيسبوك ازاي؟ لا تبقى فاهمه اتلس في ايه، يعني تبقى فاهمه ان في ريجوليشنز يا جماعه. لو حد انتحل، يعني ممكن النهارده كحكومه ابصر ان لو حد انتحل شخصيه حد هيجرى له كذا وكذا بالظبط. انا ما بصرتش، انا مستني ان تحصل كارثه عشان اقرا في صفحه الحوادث. طب انا ما قريتش النهارده في ناس كتيره بالذات من الشباب الصغيرين اللي بيخشوا على الفيسبوك وبيسيئوا استعماله، ما يعرفوش ان هم ممكن الحكومه توصل لهم. بالظبط. هو ما يقدرش يتخيل، هو فاهم انه مش هيوصل له حاجه، وطبعا لو حصل سهل جدا انها توصل له وبتبقى كارثه. خلي بالك ان الفيسبوك نفسه بيقول لو حد رسمي طلب مني معلومه رسميه بشكل رسمي هديها له. يعني لو الحكومه او وزاره الداخليه طلبت من الفيسبوك معلومات عن شخص بينتحل شخصيه شريف، هو بيقول هيديها له. وانت كعضو ماضي في الشروط الخصوصيه في الاول قبل ما، وانت بتقول اكسبت ماضي على كل ده. دي احنا من ضمن الحاجات اللي نبهنا فيها في الكتاب يا شريف. يا جماعه اقروا انتم مضيتوا على ايه. يعني يا شخص عاقل ما تمضيش على حاجه انت عملت اكسبت. من ضمن الحاجات ان هو من حقه يحتفظ بصورك يا شريف. من ضمن الحاجات انك لو مسحت صورك وهو محتفظ بصورك، هو بيستكمل معلومات عنك. شريف ده بيشتغل فين، جاب من الجورنال اخبار عن شريف، هو من حقه بموافقتك. بالظبط. وفي بعض البلاد منعت الفيسبوك زي سوريا وايران، ما نحبش يعني. هو المنع ليس الحل باي صوره من الصور، بس هو التقنين والتبصير ده اهم حاجه. انما انك تمنع حاجه دي، يعني شايف انها هم منعوا بس دخلوا ببروكسي مختلف وعرفوا يخشوا برضه، ما وقفوش على كده. بعد ما اتكلمنا عن الفيسبوك بقى، عايز اسالك بس اخر سؤال، ايه اكتر طبق حضرتك بتحب تاكله؟ يعني بحب الملوخيه قوي. ملوخيه بكل انواعها. كان نفسي يكون عامل لك ملوخيه يعني بالجمبري، مش بالجمبري، بالفراخ، بالارانب، كل اي انواع. المهم حاجه خضراء كده متحركه وسخنه وطالع منها دخان كده اهو، وبقليل كده. معاك تشوفها كده تتخيل انها تخش في معدتك بعد كده، فيعني شعور تاني. طب الملوخيه بتحب تغمسها ولا تحطها على الرز؟ لا احب احطها رز، واحب اشربها في مج. في مج؟ اختراع جديد بقى. لا المره الجايه هعمل لك ملوخيه في مج، بدل ما اعمل شاي هعمل لك مج ملوخيه. دكتور انا بشكرك. انا كمان ونورتني في بيت شريف، وان شاء الله تكون ضيف عزيز عليا كتير ان شاء الله. باذن الله. ميرسي جدا. وبعد ما